تسمح لي ناخد الجواب ده بس، ها؟ وبعدين نبقى نشوف اي حاجه تاني. لا اهو. طب هقول لك هتقول لك ايه يا صاحبي؟ اما جواب غايه في الغرابه، واللي بعت الجواب اغرب. والجواب عباره عن 3 اسطر. اسمح لي ان اقول لك كمعجب ان الفن بالنسبه لك هوايتك وحبك وهواك ووطنك وصحتك وعافيتك وتوبتك وضلالك. سامح أبيض، حفيد جورج أبيض. اقول له ايه؟ انا مش عارف. ها؟ لان هو الفن كده بالنسبه لي فعلا كل حاجه. اقرا شويه انا الجوابات. طيب انا عايز شريط ام كلثوم كده. ايه يا هيثم؟ سخنت انت النهارده كده وكان المفروض تبقى معايا يا حبيبي. كنا عاوزين بس معلش بقى. عارف الصوره دي لسه جايه النهارده؟ والله هحطها في المكتب عندي. استاذ احمد، خد منك ايه هيثم؟ الشكل هو خد مني ومن امه يعني. هو خد السمار. وخد الشعر الاقرط. وخد شويه من الحته دي يعني. ده لسه هيغمق لان انا عندي صوره برضه وانا صغير كنت طبعا انا ما اقدرش اسالك اقول لك سؤال تقليدي سخيف بتحبه قد ايه. طبعا ده سخيف، انما بتشوف مستقبله ازاي؟ هذا الطفل اللامع العينين الفطن اللي فيه احمد زكي وهالة فؤاد، بتشوف ازاي ثمرة الحب؟ بشوف فيه عمري يعني، بشوف فيه يعني انا لابساني روح ابويا دلوقتي وهو انا يعني حاسس ان هو انا يعني. حاسس ان انا ابويا بتفرج عليا يعني. مش نفسي اسالك عن طفولتك بمناسبه هيثم. انت انحرمت من ايه في طفولتك؟ عرفت اللعب يا احمد؟ عمري. انت عارف ان انا ما عيطتش وانا طفل ابدا؟ يعني لمده 15 سنه ما افتكرش ان انا عيطت، كنت بعيط لوحدي. ولذلك لما كبرت دلوقتي انا يعني بقفش نفسي كده لما بعيط لوحدي. بيطلع طفل، عياط طفل. بتعمل عيد ميلاد لهيثم؟ عيد ميلاد هيثم ده انا لازم افتكر عيد ميلاد هيثم. على الاقل انا ما عملتش عيد ميلاد. امتى عيد ميلاده؟ عيد ميلاده 4 هو مولود بتاريخ غريب جدا. 4 و8. يعني انا بتصور ان الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي في هذا الحوار نفسهم يعني ارضي فضولهم بسطر واحد اذا سمحت تقولوا وتحددوا: لماذا انفصلتما وقد جاءت الثمرة هذا الطفل الجميل؟ انفصلنا بحاجات صغيرة جدا وكل واحد مجرد ما بيعمل حاجة كويسة للتاني. انفصلتم بسبب الغيرة؟ لا. انفصلتم بسبب انها تريد ان تعمل وانت لا تريد؟ اختلاف وجهات نظر. انفصلتم لانك لا تريد الانجاب؟ لا. لماذا انفصلتما اذا؟ زي ما في ناس كتير ممكن تقول لهم انتوا انفصلتوا ليه، ما يعرفوش. لان الانفصال ده لازم يبقى في حاجه كبيره للانفصال. فما فيش اسال امه واسالني هقول لك يعني ما فيش حاجه اختلاف وجهات نظر معينه. اكون سخيف لو قلت لك ان في حاجه كبيره تدعو لتفتيت هذا الانفصال. لابد الاول قبل ما يحصل تفتيت، لابد ان يحصل في تفتيت اساسا لينا احنا من جوانا. ايه العيوب اللي عندي؟ ايه العيوب اللي عند الطرف الاخر؟ علشان في النهايه يقدر نبقى متفاهمين. انما انا النهارده انت النهارده علقت على السجاير، قلت لي السجاير انت مدخن. لا، قلت لي السجاير بتخنقني. فانا النهارده ما سمعتش كلمه السجاير بتخنقك. يعني انا لاني مدخن فلازم انا اناقشك فيها، اقول لك السجاير دي كذا وكذا 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 عشان تقدر تستحملني. انما مجرد ان انا سكت وما علقتش ممكن تتضايق. فاحنا بنقول التفاصيل الصغيره بتؤدي تتحجم.